ناس بمال عراقي عام مرتبات. شنو الدخل العراقي الرياضيه؟ انا اقول لك شنو، انا حتى حكيت ويا استاذ حليم، يقول لك هي حركه الجمهور شنو؟ الى حد ما مو حركه الجمهور، ولكن هناك انتقاءات في طريقه الاخراج التلفازي. انا اتمنى هسه اللعبه اللي تجاوز بها اربيل على الحدود وهذا الرجل موجود، اتمنى اريد توثيق للصور للحالات اللي صارت، ماكو بس بالموبايلات. زين احنا لا، جالب كرات في النجف تصرف بطريقه غير رياضيه وغير سليمه، تعادل لقطه 4 مرات في بحر دقيقتين. كم مرة تصير جالبين كرات في ملاعب الشمال، كم مرة تصير هاي؟ شنو العلاقة العراقية الرياضية؟ اكو شركة بالتلفزيون حبيبي منقولة بالتلفزيون، انا شفتها بالرياضية العراقية النجف واربيل. وين شفتها انا؟ لا النجف واربيل بس الحدود كانت موجودة. نعم ما مقولة انا شفتها. حتى اخر مساء انت الوفد اوصف لي الزيارة مالتك. انا اشوفها اضعاف يعني لوضع الاتحاد. انت ما يصير تروح، انت مو طرف، انت مشرف. انت اذا تسمح لي حتى اسمع جوابك اذا تسمح لي. ليش اضعف؟ لانه انت مو طرف، انتم ناس رعاة ومنظمين للمسابقه. اذا اكو طرف يعتذر واذا اكو فهو اكو اداره، حتى مو نادي النجف. النادي النجف مو مسؤول على الجمهور اللي صرخ. الحكومه المحليه في النجف ربما تعتذر. اضعاف هذا اللي تشوفه لهيبه الاتحاد. زين انتم ما تعتقدون فتحتوا باب على روحكم اليوم اي نادي يتعرض لاي سائل في اي محافظه يقول لك تعالوا انتم كاتحاد؟ شنو المشكله يعني؟ ليش ما نروح؟ انتم شنو مثلا كل فتره مثلا شيلوا تعالوا لهاي الانديه؟ استاذ حيدر هي مو يوميه ترى هذا الحدث موجود. هاي الاحداث تحصل يعني فتره. انا اقول لك تسالني اقول لك تعرضنا الى اعتداء من الجمهور، صار هتافات موجوده لكنه مو للدرجه اللي وصلها الاستاذ حسين. يعني احنا مش نتحدث عن مباراتكم. المهم يعني احنا حتى نوصل لك فكره. احنا والله مدربك طلع قال ماكو شيء مقدس انه ما تعرضنا له الاهانه والسب. مدربنا طلع لاعب من الحدود قال نثبت ناس ما نريد نجيب اسماء. زين لاعب من الحدود ناب قناتكم. استاذ حسين احنا اذا نبقى بهذا الحوار انت تدافع على زياره اتحادك. لا الان اسمح لي انا مو دافع عن زياره اتحادي، بس احنا الان في موقع المسؤوليه. احنا نقدر هسه انا اطلع واقول لك اربيل هيك فلان، لكن هذا الوضع ما يتحمل. احنا وضعنا الان ما يتحمل بالبلد، لا على المستوى السياسي ولا على المستوى الرياضي. الان الامور هدأت. طيب. نادي اربيل راح يرجع وزاخو، نادي النجف اعتذر، باربيل ما راح يصير شيء. نتمنى انه ما تتكرر هذه، وراح تكون هناك قرارات الاثنين راح تسمعون انتم يوم طيب. يجينا اجتماع شوفوا الرعطات راح تصير على اربيل، على زاخو، على الحدود، على الشرطه، على الجويه، على الطلبه بدون استثناء. اي هتافات عنصريه راح يكون قرارات صارمه. اما خصم النقاط زين او لعند وين كنتوا؟ ليش اللي هسه؟ الوضع الان بدا يتازم. يعني الان حسينا راح نوصل الى ازمه حقيقيه. اكون واضح وياك، احنا كنا نتوقع انه هنا يعني تصير شعارات. ثاني الانديه يحكي على الانديه اللي تروح الاربيل. زين هو راح نادي الاربيل وما انسحب من الدوري وقال انا معلق عضويتي مثل ما سوى اربيل اللي موقفه كان قوي. خلينا نحكي المنطقه. انتم واحد من الناس قلتوا بعد ما نلعب اربيل نهائيا. احنا ما نلعب اربيل نعم، لكنه ما سحب من الدوري، لكن سحب من الدوري نهائيا. يعني قوى موقفه. بعد موقفك ما تلعبون باربيل؟ اذا بقى الوضع على ما هو عليه بنلعب طبعا. اذا الاساءات متكرره بنلعب نهائيا. ما نلعب نهائيا يعني. زين. بس انا ما اتمنى نوصل لهي المرحله. زين تاجيل المباراه الثلاثه الاربيل وزاخو اذا فعلا يريدون يرجعون التدريب. زين هي القضيه صارت مع اربيل، زاخو شنو علاقتها بالموضوع؟ تاجلت 3 مباريات. هي هاي المشكله. انا بس عندي نقطه نظام على هذا الموضوع. زين زاخو مو طرف بالموضوع. رغم انه زاخو كل ما يصير اعتداء خلينا نحكي على الجمهور، ادارته تختلف عن اربيل، يطلعون بيان واعتذار رسمي خلينا نحكي المنطق. ومن خلال مواقعهم بعد الاعتداء، طبعا هو الاعتداء موجود، بس انا بدي اتفاجئ بزاخو شنو طرف بالموضوع ما اعرف. انا هذا الموضوع محيرني انا كعضو اتحاد ما ادري. هاي فك لك هذه الحيره. هم نقدر لا هذا ضغط سياسي. لا فك لك الحيره لا هذا القضيه سياسيه. هذه القضيه سياسيه. زاخو سلك ليش تريد تاخذ الموضوع للسياسه استاذ حسين؟ هو سياسي. شنو هو سياسي بالرياضه؟ لا حبيبي طلع رئيس نادي اربيل قال ما نخلي اي سياسي يدخل. اخي الاكراد سوقوا الازمه الى قنوات العهر العربي التي تنال من تجربه العراق. طلعوا حكوا على البلد وعلى الوطن في قنوات غير قضيه رياضيه. لا مو رياضيه حكوا جاوزوا اخي. يقول لك استاذ حسين قوه يريد يجيبنا للسياسه. شنو قوه؟ اقول لك العراق لهم مو سجوا علم العراق قدام عبد الحسين عطان. شنو جديد على الاكراد يعني؟ شنو يعني؟ انا ما اعرف شلون تسولفون يعني. مو النشيد الوطني يعزف في الصفير مال الجمهور 30,000 متفرج تعاقبوا تيس عراقي صحيح تيس عراق. شنو يعني اذا طلع واحد قال انا على ابو اربيل لا بالاسسه بملعب الشعب الناس صيحنا على ابو الزوراء لا بالاسسه. شنو الغريب يعني؟ اذا صيحوا هي اربيل داعشيه وين ناجح الميزان قاعد؟
وين رافع العيساوي قاعد؟ وين قاعدين؟ منين طلع عدنان الدليمي؟ شنو اذا صاحب داعشيه؟ تقبلها يعني؟ هي اقبلها نعم. لا هذا كلام حق. انت ما تقبلها، انا اقبلها على نفسي. هذا رايي الشخصي هذا. هذه تجاوز على محافظه كانت ما لها علاقه، ما لها علاقه. اخي شنو محافظه؟ واين رعاة الارهاب الان قاعدين كلهم؟ وين علي حاتم السلمان المطلوب للقضاء؟ يعني تقبل واحد يقول اربيل داعشيه؟ نعم اقبل، اذا ما يطلعون هذول ويسلموهم. لعد انت تقبل اطفالنا يقتلون بالاسواق؟ من يقتل اطفالنا بالاسواق؟ اخي قضيه سياسيه، هاي مو رياضيه. عيب اصلا يروح واحد يعتذر، والله عيب. زين. والله العظيم اللي يعتذر يعني مو صحيح، موقفه مو صحيح، وسيسائل ويحاسب، يحاسب الناس تحاسبه. استاذ لا انا ما اعتقد يعني الموضوع يعني بهاي الطريقه يدار. يعني الان الامور السياسيه، واعتقد انه حتى الحج صحيح انه تربط الرياضه بالسياسه؟ لا مستحيل، ما اعتقد هذا الشيء. شوف خليني اقول لك استاذ حسين، مثل ما احنا ما نقبل واحد يهجم على الرموز مالتنا السياسيه، خلينا نقول انا من هسه يوم من الايام في احد القنوات ببار تهجم واحد من اقليم كردان صحفي من قطعوا البث، قال اتحاد هيجي والحكومه اقليم كردستان هيجي، طبعا اسمه مصطفى. زين. شلو نزلت ثاني هم حقيقه جاوزت قطع البث وطلعنا، لان حسيت وكان يمكن الاستاذ نور المالك يعتقد بالحكومه موجود والكل كان يحكي. من توصل مرحله انه جمهور بسماعه ويجي هسه خلينا نحكي بالعلنيه. هسه انا مو دافع عن لا عن اقليم كردستان ولا هاي مع الكل. هم اعتقادهم هذا الشيء، من حقهم يحبون المسؤول عليهم، هاي مساله. يجي واحد يسب مسعود البرزان من بدايه اللعبه لنهايته، زي مثلا شنو دخله بين اربيل والنجف يلعبون؟ خلينا نحكي يعني بالقلم العريض. طيب هاي ابسط الامور اللي حصل مباريات. انا اقول لك خطا صار، ونفس الحاله نروح هناك، زين هاي منو يدفع الثمن؟ الجمهور بيناتهم يصارعون. نفس الحاله راح نروح نلعب هناك. اسمعني حتى هذا الكلام يزيد التوتر؟ طبعا يزيد التوتر. انا ما اشوف انه هذا الكلام بظل هاي الظروف اللي دا يستشهد ابو بيش مرقه ودا يستشهد ابو الحشد ودمهم انخلط وقاعد يسوى تلقاهم بالبرد، اللي ما عنده بالبطانيه متغطى يمكن بطانيتين وتلقاه جامد من الثلج، واحنا قاعدين هنا نحاول على هاي نحاول احنا شو ودانا على اللافتات اللي تنشال بملاعب كردستان تقول اربيل غير عراقيه. شو وقت هاي قبل ايش قد؟ شنو قبل ايش قد موجوده يا اخي انتهت هاي المرحله، هسه الوضع تغير. حسينا يا اخي صارت بالبدايه، لكن لا شو وقت اقول لك شو وقت تتعرض نادي حدود الاعتداء؟ اعتداء تصير حاله من كم واحد من دول المستهترين وصارت اخطاء والحمد لله وانتهى الموضوع ويا اربيل. هسه خومان ضرب لاعب من اربيل، زين هي ما صار اعتداء على اربيل، وما صار اعتداء على سياره اربيل. احنا نريد قلت لك نهدي يعني مرض نصعد موقف. جمهور يصيح بالمدرجات، جمهور يصيح بالمدرجات، تنسحب كل الانديه. احنا ليش نربط دائما تدري نصف اتحاداتنا رؤسائها اكراد، نصف اتحادات العراق المركزيه للالعاب رؤسائها اكراد. شلون يسحبوا؟ شلون انسحب سله هوك؟ شلون انسحب نادي زاخو؟ شنو هالربط هذا الجدلي؟ هي مباراه لا فالسؤال هي مباراه تخص النجف شوي. خلي يسالك انت تقول لي نص اتحاداتنا قيادات اكراد، رؤسائها نعم. شم نادي من الجنوب من فرات بغداد بالهيئه العامه، شم نادي من كردستان طلع لي، يعني من كردستان 10 انديه منها حوالي 40 نادي. خل احكي لك اياه شلون اخذوها، شو بيش اخذوها؟ اذا اخذها اكيد على كفاءته واختصاصه. شلون اجى اخذها؟ غير تحاكينا لو احنا مرتشين تحكي عليه الانديه هاي اللي طت الاصوات ويستحق ازيد انه زين، غير احكي لك لو اخذ على الكفاءه شلون اجى الانديه يعني بس برزان شال تليفون على العامه قال مخلي فلان الكردي يفوز بالاتحاد، وينك وجهي؟ لا شلون اقول لك شلون فاز؟ انا شلون بالضبط نفس العقوبات اللي نزلت على نادي النجف وانتم 10 شيعه باتحاد القدم وهو رئيس الاتحاد. هذا الحكي ما مسموح. لا ما مسموح. انا لا انت في موضع سعد، انت في موضع لا يسمح لك ان تقول لي اسمح. انا اسمح لنفسي، انت اسمح لنفسي. انت تسعه علي جبار سعد مالك كامل صغير ومالح مهدي ويحيى كريم وكاظم سلطان ومحمد جواد الصادق ويحيى صغير وامير السر العام كرة قدم عراقي يصير اربع مباريات يعاقب نادي النجف لانه شتم مسعود، وما يعاقب اي نادي وكل الانديه تشتم القاده العراقي. شو العلاقه الشيعه بالقرارات مال الانضباط؟ خلينا نكون واقعيين. هذا اسقاط لملف سياسي. هاي رايي وجهه نظري، هذا وجهه نظر، هذا اسقاط لملف سياسي. هاي القضيه نعم ملف سياسي. يقول لي وين الملف؟ الملف اخي الصراع الذي بين الاقليم وبين بغداد. وينك الصراع؟ زين وينك صراحه حسن الامور زين؟ ما كل الامور زين. اقول لك هسه حكومتك كلها موجوده هناك، من رئيس الوزراء للقيادات اللي بالحج الشعبي، العادل العامري اللي الله يحفظه
اتعجب بس احنا قاعد نناقش قضيه رياضيه. انا اتخيل نفسي برنامج سياسي يعني مو معاك صار. انا اقول لك هو اسقاط لما يجري في الواقع. لا انت احكي لي يجري في حسين، انت ليش ما تحكي لي على زياره الاتحاد؟ انت تحكي لي على زياره الاتحاد. انا اقول لك سياسه. شنو علاقه الناس؟ اربيل صار معاهم موقف، عرفوا شلون يوظفوه، ما لهم علاقه، مو ذنبهم. انت تحكي لي على مؤسستنا واحنا ما نعرف نوظف بالاقليم. شلون منطق حيدر؟ زين شلون منطق؟ شلون منطق؟ ليش انت هو يقول وظفوه الاعتداء، وظفوه وكسبوا هذه القضيه وراح كسبوا. شو طيناهم؟ اقول لك شو طينهم. هو هذه 4 لعبات قدم استئناف وحاله حال اربيل ورايح الوفد حسين، انت ليش ما تاخذها من جانب الاتحاد؟ قلت انا اريد الم شيء من الانديه، انا اريد العجله تمشي، انا ما اريد انا اذكرك حيدر هذا موقف كل الانديه مسؤول عنه. هذا موقف تحصل مشكله وتوصل الى تقسيم العراق من هذا مو موقفي، هذا موقف الاتحاد المعلن. لا صباح طلع سيد محمد خلف ويانا تقول يريد يلم الشمل وقال اجل 5 مباريات باني. ستجري اعتداءات على انديه من الفرات الأوسط ومن الجنوب ومن العاصمة في أربيل، وسأذكر بهذا الحال. نفس العقوبات تجي عليهم بعد. يا شو وقت تعاقبوا؟ شو وقت تعاقبوا؟ إذا صار هذا اللي حكى به أستاذ حسين أكيد راح تكون عقوبات اللي راح تصدر يوم الاثنين، خصم النقاط أو ينزل درجة. أربيل، زاخو، نجف، حدود، شرطة جوية مع احترامات المسميات كلها، وراح تشوف القرارات راح تجي. وأنا حكيتها في لوائح جديدة طبعا أكيد مصرين على لها يوم الاثنين إن شاء الله. مشرفين من بغداد أو من الجنوب يصيرون على مباريات في أندية الشمال. وليش نوديهم؟ أولا شوف أكو هوك وزاخو وأربيل. أول شيء صرفيات ورايح منا بالطريق، وإذا أريد ندزه بطيارة وبدل ما نصرف عليه 200,000 نصرف عليه 500. خمر هو أبو توك يجي الأربيل وأبو أربيل يروح الزاخو، هو إشراف ايش عنده؟ لا يدخل بالأمور التحكيمية. من بغداد ما يروحون للبصرة؟ بغداد برا يروح. أوكي يروح له طيارة هسه. وراحوا وين مشرف عندنا؟ ايش بغداد ما راحوا شنو؟ انا اقولها زين. انا اذا اسمح لي ابو كردستان لا انطي اشراف ولا انطي تحكيم. ليش لا تنطي؟ وانت تقول لي لا تنطي. جيب لي ابو دهوك خليه يصرف على مباراه بكربلاء. هسه راح تقدر لي القاطع اللي حكم لعبه الحدود ونفط الجنوب منين؟ من اربيل. اللي حكم لعبه كربلاء وبغداد منين؟ من الموصل. خلاص شنو اللي صاير؟ مو جاي من ناقل وجاي الحكم يعني ويا لفظ الحكم والمشرف. طيب لا الحكم لا. وين توصل؟ اريد اصل الى قضيه انه المباريات عندما تجري في الشمال شنو دخله؟ ما بين المشرف المباراه راح يكتب تقرير، بناء على تقرير مشرف المباراه راح تصير العقوبات. زين من بتعاقب اربيل المشرف كل شيء مكاتب، شلون تعاقب؟ رغم احنا ما مقتنعين بالعقوبات لانه نائب رئيس الاداريه عضو بالاتحاد. منو اني؟ اقسم بالله ما يوم اعرف الحكام منو، ما انا تعرف الحكام ولا يوم، وهذا طاح حالاته ولا ما. بس انا دخلت كنائب رئيس اداريه وضحت الصوره، جاي تقرير المشرف كتب هذا اللي صار. ليش احس استاذ سعد بصراحه يعني موقفك ضعيف بالدفاع عن وفد الاتحاد اللي انا موجود باربيل؟ شلون مثل ايش ادافع؟ هذا يعني الحكي كله ودافع شو تريد؟ يعني يقول لك هذه مهادنه، هذا خضوع، يعني كل شيء قال لك على زياره هذا الوفد. انت شلون اعطاني مجال احكي؟ دخلها شيعه ودخلها سنه، مو انت ما اعطيتني مجال احكي. احنا كاتحاد كره قدم الان باتجاه التهدئه، يعني احنا بنحس اكو ثلمه تصير بالعراق، خلينا نحكي المنطق، ثلمه بالعراق على مستوى الرياضي، من حقنا انه نتدخل بالوقت المناسب. الان اعتقد انه تدخل الاخ علي جبار وتدخل الاخ فالح الملا طبعا بعيد عن الموضوع، خليني اقول لك هو موجود بالاقليم، مو طرف بالموضوع حتى نحكي. لا يجي واحد يقول الملا الرجال لا قال انا شعرت بالغبن انت لانه انا رجل كردي ويعني احترق دمي لقوميتي. حقه. لا قديش انا محق من احكي؟ زين هاي شنو هاي؟ هم حقك من تحكي؟ هو طيتني الحق انت تقول لي دخلتنا السنه وشيعه، ليش هو يقول انا منو قال لك؟ انت هسه سعيد الحلقه سعد قال لك. لا انت دخلتنا السنه وشيعه سعد قال لي حسين انت جزأت الاتحاد، انت جزأت الاتحاد. اخي مو جزأت، اخي رئيس الاتحاد يقول انا كردي وشعرت بالغبن عندما اسمع هذه. لا عاد احنا ذول العصر ليش ما يقولون احنا شيعه؟ من هو معتدى على الشيعه؟ هو من يقدر يوصل للشيعه؟ والله العظيم. لا شنو هذا الشيعه وصلت تركيا ربع ليره شوفها اخذوا الموصل وتلعب بس بالعراق. بس بالعراق ماكو حقهم من تقول تتحدث بهويتك بانتمائك يقال انت لا. منو سائل انتمائنا؟ بس قل لي اكو واحد طلع يتجاوز اسمح لي خليني احكيك. اتحدى شخصيه رياضيه ولا سياسيه يتجاوز بالتلفزيون اذا ما نقص السالم. يرد لا نقص السالم مو يرد. لا ولا واحد نقص السالم ينسب للناس. لا تحكي هذا الكلام في ظل يعني ما ادخل في اسمح لي استاذ. هذا احنا عندنا قضيه. شوف انا المشكله اللي
ارجع واقول اتحاد كره قدم عباره عن توليفه. احنا هاي مال 12 شيع و12 سنه هذا ما نقبل بها نهائيا. انت تقبل بها؟ لا من عبد الخالق من كردستان وقراره ماشي. الباقيين الاخوان الكل قراراتنا والدليل انه موجود. يمكن انا اسعد ماله من مدينه الصدر جمدت 6 اشهر. ليش ما قالوا الشغله طائفيه؟ يمكن قالوا من السليمانيه او من جمدت انت وسيد محمد جواد صالح من النجف جمدنا. يلا شلون احنا 12 شيعه متفقين؟ لا يعني صار شنو صار 6 اشهر انا قاعد ببيتي ودخل وزير الشباب ودخلت العالم يلا رفعوا تجميد عني. يعني القضيه يجوز انت كنت تستحق هذا التجميد. هسه لو من وصلت للسنه والشيعه صارت هسه انا مجمدك روح اقول للجمد حسين احنا حتى اقول لك احنا هاي الفضائيات كثير بالعالم واحنا في طريقه هو احنا هذا الموضوع زين ما توقعون يزيد انا ما اتمنى قضيه رفع الحظر وجاي نسعى بهذا الشيء. واستاذ سعد يقول انا ما اتمنى يعني النقاش يصير بهذه الطريقه. هسه هو امنياته مشروعه وطيبه وانا قد ابدو اكثر تطرف بالقضيه ولكن انا من يعني ينطلق شخص بهذا المنطلق وبحجم رئيس الاتحاد ويقول ليش انا اعلامي ليش ما من حقي ان اقول هذا المنطق؟ ليش انت تسمح لنفسك او تتصغي للاخر او تسمعه القضيه تستسيغها او تتحملها؟ بس انا من احكي بهذه الهويه ليش يزعج الطرف الاخر او يثار لانه الطرف الاخر ما موجود. اي حتى ذا يعني انا دافع عن الطرف الاخر لان هو ما موجود ويانا الان ولا انا اريد افتح باب الاتصالات لان حقيقه اتصل السيد فالح موسى رادي الداخل، اتصل الاخ ريبين من نادي اربيل رادي الداخل، فالحلقه ما راح تسع لي كل هذه الاراء. لذلك الطرف الاخر ما موجود. انا لازم يعني اتبنى وجهات نظره. لا ليش استاذ سعد يقول انا بالاتحاد واحنا اتحاد عراقي وامثل الكل وهو هذا الكلام البروتوكولي الرسمي الصحيح وموجود الطرف الاخر. انا حتى لا انا اقصد كنادي اربيل هنا مجال حتى نحكي قصه الحوار بيناتكم. شوف انا في تاريخ صار لك ساعه تحكي لا من 2003 لحد هذه الساعه اكو هناك صراعات بين الاولمبيه كان اتحاد كره القدم والوزاره. افضل فتره اشوفها ان اتفاق بين اللجنه الاولمبيه والجانب الحكومي لوزاره الشباب واتحاد كره القدم هي هاي الفتره في زمن حسين عبطان. خلينا نحكي الامانه ماكو مشكله نهائيا وكل الاطراف تتفق في قرار واحد والدليل انه ما شفت الان خلاف. انت يمكن شفته ماكو اي خلاف الان بين هاي الجهات الاربعه المفاصل اللي تقود خلينا نقول كره القدم والرياضه لانه الوزاره ضعيفه وتقول بالعكس. لا الوزاره قويه. انتم ليش ما ترضون الوزاره يكون ضعيفه في قرارها؟ الوزاره صارت شو ضعيفه؟ يلا قول لي هسه الوزاره ستعرف اتحاد كره القدم. الوزاره يعني اصبحت مثل العمل النقابي كل اثنين يزاعلون تعجبهم صالحهم. هاي شنو؟ ما اي نعم جيب يعني اللي سوى صالح انا شنو نادي مؤسساتي لو شنو؟ ما عندي دعم الوزاره. لو تسالني افضل وزير من 2003 اللي هسه الامانه احكيها هذا رايك وهو محترم. لا ليش الرجل يعني قمه بالتواضع عملي يعني ما يقعد في وزارته سوالك من تحتيه اسمح لي يشتغل الرجل. شنو اللي سواه عبطان؟ هو شنو شغلته؟ رجل اداري. لا ضعيفه. هذا اللي يحكي يقول لك ياثر على ملف رفع الحظر. شنو هذا الكتاب اللي انت مشايله وبيك زياده مو شايله هذا لجنه استاذ حسين. هذا كلامك ما تعتقد يزيد التوتر؟ هذا ياثر احنا نحتاج انت انا شايل الكتاب. هو الكتاب منين جبته؟ انا استقيته من الصفحه الرسميه لوزاره الشباب وزير الشباب والرياضه. زين يعني كتاب الوزير طلع لا هو صفحته هو اصلا ما موجه للوزاره موجه لاتحاد القدم. كان الاستاذ كاظم سلطان يمكن بالوكاله من كاظم سلطان شنو شوقي شوكت بالوكاله يوم 14 هذا كاظم سلطان هذا كاظم سلطان 14 بهذا الشهر. فالكتاب كامل صغير سلطان كامل سلطان سيد كامل صغير هو وكاله. وبعدين هو محاوله جاي الدكتور صباح الظاهر بعدين اجى دكتور صباح فدكتور صباح مهمش عليهم مودي رئيس الاتحاد. يعني البارتيشن الثانيه بالبدايه تعقيبا على رسالتكم في كذا 14 اعتقد الاتحاد مخاطبهم اتحادنا يقول سنتصل بكم لاحقا حالما نوافق على شروط الزياره التنسيقيه وموعدها. يعني هم لحد الان ما موافقين ما في موعد. بينما من اجى الوفد اجى استاذ عبد الحسين واستاذ عبد الخالق واستاذ ابو عمر من اجوا قالوا منتصف الشهر الحالي هذا موعد الزياره. زين هذا الكتاب شو يقول؟ يقول سنتصل بكم لاحقا عندما نوافق على شروط الزياره وموعدها. هذه الاجابه مالتهم. زين يعني مو فد قضيه. تعرف تقرا انجليزي؟ اي لا تستثيرنا بهاي القضيه. مو فد قضيه هي غير اسئلك. اي الان وي ويل كوم باك. هو مترجم يعني شو ترجم؟ لا مترجمه بها
خلي ترجمة الاتحاد عفوا. And we will come back to you as soon as we agreed on the inspection dates. عند as soon as حالما نوافق agreed يوافق agreed the inspection dates على تاريخ الزيارة. يعني لحد المشكلة ماكو. لا هي المشكلة المشكلة قلت يوم 15 يجون الوزير وهذا تقول عليه انت قال الوزير يوم 15 المشكلة من يقول 15 اليوم قلت لا موجود بهذا انا ما ازور ابو سعود. لا لا كل من المزور انا ما لا ما فهمت. لا خلنا اقول لك بعد اخوك موجود بصفحة الوزير هذا وعندك بالاتحاد. زين اي بس الترجمة ما تغير مترجم يعني انت ترجمت غير ما مترجم. ما ودوا الخبير ترجمان هو زين شنو مصلحته؟ لا الوزير شنو مصلحته؟ مو مصلحته اكو فهم خاطئ للقضية استاذ سعد. زين ليش بتقول رئيس الاتحاد على الوزير؟ يعني مو على الوزير انا الوفد كله انا ما حكيت على الوزير انا جاي اقول لك الوزاره انتم يعني تقول لي انت اشوف المشهد الرياضي يعيش احسن حالات التوافق هذا اللي مو بس يساعد بالمناسبه الكل يقول افضل فترة المؤسسات وماكو مشاكل هي هاي الفترة لأن الوزارة ضعيفة لا تتخذ موقف في أي قضية. لا في السؤال أنا أدخل وياك شنو الضعيفة؟ يعني عطاني شيء مسدس من هذا اسمع أكو وزير شال مسدس ورا 2003 شو تريد؟ شخص قلم بالعالم كله بالنزاهة هذا الوزير قوي يسترجع بالعالم. لا ما تفهم. أنا أولا لا أتحدث عن نزاهة ولا أتحدث عن مسدسات. أنا أتحدث عن مواقف في مثل هذه القضية. هذه؟ إيه هذه القضية قضية أربيل مثلا. يعني الوزارة تظهر ببيان يعني يجامل ويهادن الوزير طلع قال عقوبة قاسية على النجف بعدين بعد التصحيح ورا ما شاف رد فعل الشارع وهو ابن النجف وهو جاء بأصوات النجف سواء إلى البرلمان سواء نائب محافظ سواء الآن وزير. أنت ليش مواقفك ثابتة ما تتغير؟ يعني تجاه الاشخاص يعني انت عندك قضيه ضد اربيل خلص يعني طول العمر. لا ما عندي قضيه ضد الوزير رأي. انا قضيتي ضد اربيل تمزق علم بلدي في اربيل امام وزير يمثل حكومه بغداد. انا قضيتي امام اربيل الصفير الذي يرافق عزف النشيد الوطني العراقي في زاخو افتتاح الملعب. نعم هذا تقول لي قضيه انا قضيه وطني شنو اقول لك يا حيدر؟ يعني الانسان احنا بالامارات انت ويانا بالامارات من الصفير كله صار بينا من العزف بالبحرين ما نغثينا النهائيه كانت بالامارات. ما تألمت انت اني رافق العزف النشيد الوطني الصفير في كل مدرجات الملعب. بس يعني هذا الشعور ترى عند كل اعضاء الاتحاد لان هم نفس الشيء يعني عراقيين. اذا هذه الاعتداءات التي تحدث عنها استاذ سعد والتي حدثت في النجف وانا اوافق وامعن انها حدثت فعلا كانت حادثة سابقا في أربيل ووقعت في زاخو ووقعت في كل ملاعب الشمال. ليش ما صارت هاي الضجة وليش ما صارت هاي العقوبات؟ احنا ما نكرنا هذا الشيء نقول لك صارت في زاخو ودا تصير في أربيل وصارت على الحدود وعلى النجف على بغداد واجت صارت في النجف. احنا كاعضاء اتحاد ننظر للامور انه الامور بدات تتوسع حاليا. شلون صارت عقوبات بسيطه شفنا العقوبات ما لها في الدور بدات المساله تستفعل يعني اتجهت اتجاه سياسي اتجاه لتمزيق العراق اتجاه لتمزيق الرياضه العراقيه. وصلنا الى مرحله انه قناعه وكنا انا على اتصال قبل ما اجي مع رئيس الاتحاد ومع الباقي الاعضاء قلت لك الاجتماع الجاي راح تكون قرارات مهمه جدا باتجاه الانديه وما عندنا باتجاه. راح اوصل لك فكره نادي الجماهير الاول بالعراق منه؟ زوراء جويه اعتقد. زين من صار اعتداء على الحكم كم نقطه خصمنا من نادي القوى الجويه؟ وين هذه؟ 3 نقاط ويا الكهرباء. زين خسرنا ما خسرنا مع الكهرباء والجويه هذا الفريق العريض. زين بنفس الوقت راح ناخذ قرارات خصم النقاط واحتمال يعني يصير قرارات بعد اقوى وخصوصا على التصريحات اللي حقيقه بها نفس انحاز طائفي او تشنجي باتجاه حتى من الادارات يعني حتى يكون واضح وياك. زين هذا حكي لو مقترحات؟ لا هذا راح يصير على الورق يعني راح يصير قلت لك هذا الاجتماع راح نشوف. صحيح هذا الحكي صحيح. زين هذا الاجتماع هذا الحكي صحيح. ليش؟ لانه احنا دائما نسولف ونقول الرياضه او الكره توحد العراقيين. اعتقد انها بدات تشتت العراقيين الرياضه. نعم الكرة القدم بالذات. لذلك يعني انا لانه بعض المتطفلين بدأوا يربطون الاوراق يخبطون يعني المتطفلين على التشجيع يعني يتحدث عن الكرة القدم. زين انت تعرف وانا اعرف والجمهور يعرف منتخب شو اسمه منتخب الالعاب القوى تعرض الى هجوم في ملعب اربيل حتى طعن بالسكاكين ومرت الحادثة خابر طالب فيصل ومرت الحادثة. اكو لاعب مثلا اعتدي عليه مثلا في اربيل يلعب بالبصره ترى مو بس بالنجف بالبصره يلعب وبالسماوه يلعب. شلون نشوف المرحله القادمه؟ اربيل راح يجي وعندنا انديه والله عسى لا اجي
وخليه ينسحب هو وزاخو، وراح تروح فرقنا هناك. ما شعر لا يروحون، من ينسحبون لا يروحون. شنو نلعب؟ شنو نلعب هنا؟ ما في القضيه هاي. انت تحترم بلدك وتحترم تدري هذا كلامك الانديه اللي بعدها ما راح الاربيل يقول لك كلام استاذ حسين هذا كله يعرضنا لخطر. احنا من راح نروح بس انا بحكي باسم نادي انا عليه بالحال حياتك هسه راح تروح. تسمح لي على الوضع هذا ما اعتقد انه الامور باتجاه التهدئه ان شاء الله. باتجاه التهدئه. احنا لن نتشائم من هذا راي شخصي. زين كلام اتمنى ان فعلا بس راي شخصي. ترى اكو شارع يتاثر به استاذ حسين، انت مو شخص عادي. استاذ حيدر اكو شارع يتاثر. ليش نروح باتجاه التشاؤم؟ ليش ما نروح ترى مو يوميها على ملعب اربيل ولا يوميا بملعب زاخو، هي بين فتره وفتره تصير متقاطعه وتحدث. زين. اكو تجاوزات تصير كل ملاعبنا بكل ملاعب كل ملاعب مو بس ملاعب محدد. احنا لا نظل نشلب زاخو اربيل زاخو اربيل. حصلت في كثير من الملاعب، صارت في الميناء وصارت في النجف وحصلت في ملعب كربلاء وحصلت في ملعب بغداد، صارت احداث كثيره. لكنه التركيز على هذا الموضوع لانه مباراه النجف اخذت طابع خاص، صار تركيز هنا وين على اربيل والنجف. اغلب الانديه اللي تتعرض الى حوادث امور طبيعيه، المرحله الجايه يلعبوا بعدها يرجع، ما صار هو الموضوع رياضي مو؟ نعم كله رياضي. البعض يحاول يصير صبغه سياسيه، البعض. زين ما تعتقد انه انسحاب زاخو مع اربيل هو اللي اضاف على الموضوع صبغه سياسيه؟ اكيد يعني زاخو انا حتى اوصل لك فكره يعني سله دهوك هذا اللي ازم الموقف شويه. هذا ازم اي شنج الامور يعني. زاخو المفروض هو مو جزء من الموضوع، اهتداء بين نادي اربيل ونادي النجف صارت مشكله. جين. الامور انتهت اعتقد، لكنه التصعيد تعرف نبات التصعيد الاعلامي هو اللي يصرحون بالاعلام مو الاعلام قصدي يحاول يثير الموضوع. احنا كاتحاد كره قدم همزين انا اول مره احكي بالاعلام همزين. زين يا ترى همزين هاي اول مره مال سنه يعني ولا سنه شوي حكيت الله يستر منك. المهم يعني انسحاب زاخو استاذ حيدر ما له علاقه، تاجيل مباراه زاخو ما له علاقه، اربيل هو ابو القضيه، سله دهوك ما لها علاقه بكره القدم، يعني هم اللي اضافوا يعني للاسف. استاذ حيدر مو انا دا اشرح لك، زاخو مطرف بالموضوع. بعد ليش اجلتوا له؟ ما اعرف، قلت لك الاثنين تبين الوفد اللي راح يجي اللي موجود هناك اكيد هم عندهم صلاحيات، يعني 4 اعضاء هناك واكيد صار اتصال يعني اكيد 100% يعني. اتصلوا عليك؟ لا ما اتصلوا عليك. لا اكيد يعني. واني خل اقول لك مو كل اليوم احنا مو كل اذا اتصل 6 7 خلص، بس احنا اعطيناهم التخويل يعني من راحوا يعني. اعطيتوهم التخويل يخابرونا راح يا بروح. احنا ايش عندنا غير التهدئه؟ اقول لك احنا اتحاد كره قدم ما نريد تصير مشكله بالبلد، البلد ما يتحمل، البلد جي. هو بمشاكل هو بويلات. الان احنا هسه نقدر خلي يروح زاخو وخلي يروح البير ويروح جمهور البغداد هناك ينظر بتصير طلقات ومسدسات ويجون هم هنا يمكن لاعبين. شنو هذا اتحاد كره قدم؟ ما اعتقد احنا قياديين بهالطريقه هاي، ما ممكن ازم الموقف يعني. تصرفكم تصرف قياديين حكيم اعتقد 100% اللي راحوا. انا مع عقوبه النجف اقول لك عقوبه قاسيه لجنه الانضباط، وانا حكيت اخذت الامور بمكيالين. المفروض تعاقب اربيل نفس العقوبات، تعاقب زاخو وتجي تعاقب لانه الشراره انطلقت من هناك، تعاقب الفرق الاخرى حتى نهدي. الان بالجديد راح تكون عقوبات، حتى اتحاد كره قدم راح يفرض قوانين ويتدخل ببعض الامور اللي بيها الهتافات العنصريه فقط. احنا من جانب فني اداري حكم ما تخصنا. طبعا هي كل هذه التراكمات نتيجه مجاملات سابقه، ما اريد اسميه ضعف، اسميه تغاضي عن حالات صارت، هو اللي وصلنا الى هاي المرحله. ما وقفتوا عندها لا كلجنه انضباط لا كاتحاد كره قدم، وصلنا الى ما وصلنا عليه. يعني من نوصل مرحله استاذ حسين يقول الرياضه صارت تشتت او كره القدم تشتت ما تجمع، هاي نتيجه خطيره. يعني الاتحاد هم 13 14 فرد يقودون كره القدم بالعراق، بس هي القضيه مو بس مسؤوليتهم. لا يعني المسؤول ما يساعد يعني اخي استاذ حسين يعني احنا بعض الاحيان حتى الامن الملاعب بالمحافظات ما هو مساعد. يعني مثلا احنا بغداد جو السيطر على ملعب الشعب، بعض الملاعب ما تسيطر عليه. مثلا هسه مباراه خلينا نقول بالنجف جماهيريه بين نجف وبين كربلاء، تعرفوا هذول ديربي ينحسبون، او بين ميناء وبين نفط الجنوب. المسؤول القائد الشرطه المنطقه او المنطقه اللي مختصه بحمايه الملاعب بعض الاحيان ما يوفر لك العدد الكافي، بحيث انه تفلت مباراه. يعني مباراه النزل ذاك يوم نزل الجمهور، لو اكو قوه حمايه بالمستوى المطلوب ومأمن الملعب ما يصير هذا اللي صار. وشفنا هذا المنظر نزل الجمهور الملعب مثل ما نزل الجمهور عليكم باربيل ولا شو اسمه قوه حمايه الملعب. خليني اربط لك الموضوع. مو انت مو تبترها من نجف ووقفت. نفس الحاله اللي حصل باربيل، لو موجوده قوه حمايه موجوده لا يقدر ينزل واحد شايل سكينه وبزاخو نفس الحاله. يعني الخلل مو بس باتحاد كره القدم، مشرف نبات. احنا بعض الاحيان يمكن اللوم على المشرف، والمشرف شخص واحد ما عنده صلاحيه انه يقول يكتب تقرير، يكتب ملخص المباراه، يكتب تقرير بعد المباراه. احنا نريد نقلل الحادث ونحاول نسبق الحدث ما قبل المباراه. دا اقول لك هذا ما يصير للاسف. يعني حتى الاخوان في المناطق المحافظات يعني ما يتعاونون. يعني اذا قائد شرطه عمليات المنطقه او قائد شرطه المحافظه ما يصير تعاون باتجاه انه
تكون القوه كافيه، حتى القوه تجي نشوف برا الملعب عشرات الالاف من القوه، والطب الملعب ما تلقى. شلون نشوف المرحله الجايه استاذ سعد؟ اعتقد الامور هدأت وماكو شيء، انا وجهه نظري. اي اعتقد الامور ماشيه باتجاه. اتمنى ان تهدأ بما يحفظ كرامة الوطن إجمالا وخصوصية إقليم كردستان نبدأ مرحلة جديدة. نعم يجوز هسه هذا يقول لك ما محبة إلا بعد عداوة، أنا أعني المدرجات، يجوز هذا الحادث يعني العقوبات اللي يتحدث عنها الاتحاد سواء نفسهم الناس القائمين على الإقليم راح يشوف فرقهم من تروح راح تلاقي نفس ما يجري في ملاعب الشمال. لازم هاي هزة حياتك. شوف خليني أقول لك احنا خصوصا جماعتنا راح يجون اربيل، شوف الترحيب اللي راح يصير وزاخو راح يجون، واذكركم كل عمي طيب ونريد احنا من نروح والله العراق طيب يعني يا أخي. اي واحد يروح تبادل يعني نخليه على راسنا نروح احنا المفروض يستقبلنا، هذا اللي نريده. والله المصريين يسمونها الخطيه، احنا العراق ما يعرف يعقد يزعل. شوف هسه نادي اربيل الشنج بالليل بس راح الوفد الصبح انتهى الموضوع. بعض الاحيان اكو دول ما تمش قرارات، مجرد قاعد يتم حسين ضحكت انتهى الموضوع. صح ولا غلط استاذ حسين؟ نعم. شلون هسه زعلان قلت له ما تجاوبني بس قاعد يتمك بس انتهى الموضوع. انت اخوي العزيز الله يسلمك. لا يعني فعلا احنا نتمنى يعني الامور حتى تروح قد البعض يتصور ان استاذ حسين بقلبه شيء من داخل المسؤولين الرياضيين او من اربيل. احنا نريد نوصل غير صوره اساسا، ما نريد يعني الاخوه الان يشاهدونا وكانه اكو شيء. من اللي انت لا تقرب تليفونك وتقول لي من اللي يقول لك هذا؟ والله بعد ما قارئ عم جاي اقرا مال الدكتور شامل كامل اليوم عيني بالوزاره جاي اقراها. اي الرجل هذا اللي صار انا احترمه دكتور شامل. هسه بس دقيقه واحد هذا ضعف الوزير، هذا ضعف الوزير قد صار هذا الرجل هسه بالعكس واحد يثني يقول انا اثني اليوم وزاره الشباب انتم مو تحجون بالخبراء وخلي يجون والطاقات. فهو الدكتور شامل كامل مقابل راتب الخبير اللي يجي يخدم بلده يعني مثلا يعني شلون الخبير غير يجي. لا استاذ والله انا عيوني مو حلوه. لا سواد عيونك لا خلي اقول لك غير دعاء للخبير ما بيها. ادري هو شامل كامل ايش قد صار له في الاتحاد الاسيوي. شنو اللي قدم لكرة العراق؟ انطيني موقف من شامل كامل مع احترامنا الكبير لهاي الشخصية الرياضية. شنو اللي قدمها لكرة العراق؟ صار له 13 20 سنة صار له. شنو اللي قدمه؟ اجى جابه عبطان توقعه جيبه. شنو هذا الضعف؟ هاي الاملاءات. لعد ليش نحكي نقول جيبوا الكفاءات؟ اخي جيب الكفاءات يعني لا جيب عينه. ليش هو ما معين؟ ليش هو الدكتور شامل ما عنده تقاعد؟ هو مو دكتور؟ ما تعين استاذ؟ هو ما عنده تقاعد؟ بس هذا جهد. اوقف انت ما عندك تقاعد؟ عنده تقاعد ويا المعين يعني. مو متعين بجريده وصحفي. وين متعين؟ جريده مال بواحد، جريده مال خاص، جريده حكوميه، هذا مال عام. هذا مال عام هذا بعد قلبي. يعني لو عرض عليك هذا المنصب ما تشتغل به استاذ حسين؟ هو العرض عليه حتى يشتغل. عرض عليه منصب. والله امثله وزير الشباب والحسين الله يساعده يجيب خبراء. من الله يساعده، ما تقول لي عليه من الله يساعده. ليش الهجمه على الرجال؟ هذا شاب وقريب على الكل. الهجمه من مين؟ لا وينكم؟ لا الهجمه من بعض. يعني انا استغرب والله العظيم، انا ما عندي مصلحه يمه والله اقسم بالله. ولو اكو فت غلط اول واحد اطلع عليه. وتتذكر ويا الاخ جاسم محمد جعفر صارت مشكله بالتلفزيون نحكي والله اقرب واحد للرياضيين يمكن الوزير عبطان، اقرب واحد وقمه بالتواضع. وانت روح له في يوم وقعد يمه وشوفه تغير كل نظرتك عنه. الرجال لو قعدت وياه وقاعد ببيته وسولفنا انا وياه بحضور احمد الموسوي والتقينا في مفردتين ثلاثه واختلفت وطلعت مختلف وياه ب 90% من الحكي. مو يعني مو وجهه نظره هو وجهه نظره. العالم يعني اللي والله واحد دز رساله يقول بس اريد اعرف حسين على منو قابل ليش يعني من قابل على بلد؟ يعني هو يقبل على العلم العراقي هذا مختلف وياي انا شقوا العلم حكيت يعني زعلان هذا عليه من قابل. لا هو ما كل الاراضي ذاك. هسه مثلا قريت رساله للاخ روان الناهي زميلنا يقول قبله على جبين حسين على حسين تحدث بما في قلب كل عراقي غيور، ونتمنى ان يبتعد اتحادنا عن سياسه الكيل بمكيالين. كلام منطقي يعني تتعاملون سياسه الكيل بمكيالين؟ لا وجهه نظر اعلامي محترم ويتكلم الحقيقه، لكنه هو وجهه نظر. احنا كاتحاد كره قويه من باب اعلامي. انا احكي مسؤول عن الرياضه بالعراق، انا ما ممكن اجي حتى اذا اشوف خطا ما ممكن بالوقت الحاضر وبهي الظروف هاي الصعبه المتازمه اجي اقول هذا خطا. ليش؟ علينا قلت لك نهدئ ونحاول نلملم الاوراق. ليش ما تهدي استاذ حسين؟ ولا هسه قال لك قبله على جبين الروان. بالنسبه لي استاذ رايه محترم. هسه انا بالنسبه لي تقول لي الصعد، انا رجل اعلامي دا اطرح وجهه نظري، انا مو صاحب قرار حتى انت تزعل او تقول لي تصعد. شنو التصعيد؟ هو التصعيد اقول لك حيدر يعني انا ارجع الى قضيه ما اريد اكرر نفسي او اجتر الكلام.
يعني هي قضيه مثل بقضيه بحجم تمزيق علم بلدك. يعني هاي ما تحرق الدم. يهم يقول لك هذا بعض، يعني بعض مسيء، هذا هم بعض. اي هذا بالنجف هم بعض. العدمين اللي يقول هم قلنا بعض. هاي مثل هاي مشيها وانتهت الموضوع. على شنو انسحابات ودوك ما يروح وذاك رجعوا من الناس ما رجعوا. عمي رئيس وزراء الاقليم نجرفان برزان تدخل وقال لهم لا تنسحبوا. ما رجع ما راح على ترى قبل ما ترحون هي خطوه جيده اذا الرجل ذا قال لهم ينسحبوا رئيس الوزراء. بالعكس والله واحد رساله يقول اذا كان سعد مالح يخشى التجميد فليعلم ان الدوره القادمه لو زرع صحراء الانبار نخيل لن ينتخب مرة أخرى على ضوء هذا الكلام اليوم. وش المشكلة يعني؟ ها؟ وش المشكلة؟ رأيي هذا ما جاي بالضرورة الانتخابات. ما عندك شيء انتخابات. هو يعني يقول لك دبلوماسي اليوم يعني. طبعا احنا مسؤولين على القرار. انا هسه اقدر اشنج الامور كلها بس لا انا ضميري يسمح ولا اني عضو اتحاد اسمح انه ادخل في طرف موضوع في صراع تمزيق الوحده او الرياضه العراقيه. مستحيل. الوضع متازم. دا اقول لك يعني ما نقدر نحط على النار زيت ونجي. اكيد. استاذ حسين، الاخ محمد هيكل مدير الشركه الناقله يقول دور الشركه الناقله هو ان تقوم بنقل كل ما يجري داخل المباراه بكل حياديه. دور مخرج المباراه كما هو دور الحكم. ضيفك الكريم يتحدث عن اخراج مباراه النجف، يقول عمليه التركيز على تصرف حامل الكرات هذا من واجب المخرج، علما المخرج كان من اهالي مدينه النجف. في ذات الوقت مباراه زاخو حرص مخرج المباراه وهو كردي على اعاده لقطات لم تكن قد ظهرت اثناء البث. يعني يقول احنا نتعامل بحياديه بالنقل. رأي هذا وايضا هو محترم ومن حقه ان يدافع عن وجهه نظره. انا اللي شفت اللقطه مال جانب الكرات شفتها 200 مره تكررت في كل مباراه مره لم تعد في ملاعب الشمال. فقط هذا ابن النجف اللي عطل الطوبه اجزاء من الثانيه 4 مرات انعادت. لا مو انت صراحه انت حكيت على القناه العراقيه الرياضيه ليش اعادتها؟ لان هي القناه ما لها علاقه، هي تجيها المباراه كامله. انا يعني شفتها بالحيدر هاي الديتيلز مال النقل التلفازي. انا مو اعلام انا رجل صحفي. انا شفت المباراه في الرياضيه العراقيه وحتى اتصلت بالزميل مدير القناه وقلت له بهذه الحاله بالذات خبرت به. واضح. الكابتن علي وهاب مدرب نادي نفط الجنوب يقول الوزير قريب على الجماهير وتفاعل الميداني دليل على ذلك. اكيد يعني رجل شاب يعني رجل خليني اقول لك قريب على الكل. يعني حتى مو بس الجانب الرياضي خليني اقول لك يعني اتحاد كره القدم علاقته طيبه بالكل يعني الرجل. طيب هنا الاخ محمد هاشمي ابو سجاد نائب رئيس نادي الطلبه يقول السلام عليكم استاذ حيدر. يقول انا اعتقد الكابتن حسن احمد، طبعا هو بعث لي بدايه البرنامج من عرضنا نادي النفط، يقول اعتقد الكابتن حسن احمد دائما متحامل على نادي الطلبه. يقول نادي الطلبه تاريخ لا يندفع مع اغراضه الشخصيه وان الدوري طويل، خلي كل من يعرف حجمه ولا يذكر الطلبه بسوء. مع التقدير. تحيه للاخ محمد الهاشمي. يقول يا أخي هذا كل اللي صار هو مجاملة لرئيس اتحاد كرة القدم. لا هو هسه احنا اقول لك هسه الرجل مره يصيحون اضعف واحد رئيس مره مجامله لما نعرف احنا اذا تعنت لعرقه وتحدث بوضوح يعني هذا اولا انا بالنسبه لي غير يعني اذا تحدث بوضوح انا احترم. انا بالعكس انت تعرف موقف من عبد الخالق مسعود بالذات، لكن انا عتبي على من يعني الاعضاء الاخرين. ليش ما تحرك عندهم نفس الواعز؟ هسه راح يقول لي احنا نمثل العراق كله. طيب هو هم يمثل العراق كله استاذ عبد الخالق، هم رئيس الاتحاد. قال انا كردي وهاي القضيه حرقت دمي لعرقي. زين ما انا ما سامع. انت ما سامعه، انا طلع من قلبي. حكي لا قاعد هنا بالبرنامج. لا انا يعني ككرد اتالم انه اسمع هيك. طبعا والك عربه ما تالم اذا سبوا العرب وانت نفس الحاله. زين اذا سبوا طاقتك مرد قالت انتهت الحلقه يا اخوان اتفقوا وياي يا جماعه هم متالمين نفس المي. هاي اذا احنا ما مختلفين. يعني احنا هسه بنقدر كل نسوي اللي سويته؟ لا تقدر تسوي. لا بس هاي مواقف. ليش سوى؟ مو احنا نشوف اكو امور حكايه يعني بعيده عن الرياضه. ليس على الاستاذ حسين. نعم صحيح يعني كلام. قسمنا مثلا اتحاد كره قدم الى عده طوائف وهذا خطا. انا ما اقبل بهذا الشيء. انت ما تقبل هذا اتحاد يعني. نعم هذا الجانب بروتوكولي رسمي هذا الك، لكن انا اقبل لنفسي لان انا صحفي واتحدث ومسؤول عن كلامي وهذا رايي الشخصي. خلي الشارع اللي يشوف رايي ويحترم رايك هو اللي يقيم، هو اللي راح يرضى عليك وراح يزعل علي لان انا طائفي وتحدثت بهذا المنطق. انا ما حكيت بهذه الطريقه. انت شوف انت قاعد جرنا في مواضيع احنا في غنى عنها. يعني بالاعلام لا تزعل ده تصير بطل وانت الطائفيه وانت اللي تحامي عن الشيعه. لا خليك وتحامي عن السنه. ما حامي عن السنه شنو؟
يا سنة. لا مو دا اقول لك يعني انت هسه قدام الاعلام كانما شيعة مظلومين. لا ما والشيعة انت اللي تدافع. لا انا دا احكي على نادي النجف. انا دافع عن نادي النجف ظلم بقرار اتحادي غير صحيح. 4 مباريات يعاقب على مود هتافات. صار سنين مظلوم نادي النجف، شو بدافع عنه هسه؟ يلا دافع. هسه صار فيض من الحريه. خلاص انتهى الموضوع. زين، فيض من الحريه. شكرا جزيلا. مع العلم روان رجع دز رساله يقول انا قلت له قبله على جبينك، يقول لي رايك واحترمه. يقول ما اعطيت رايك. قلت له بوسه لك. اي هو هذا راي البوسه. انا ما البوسه هو يشرب سجاير يدري انا ما ادخن. ايش ادرك هو الرجال قاعد ببلجيكا، ايش ادرك يشرب سجاير؟ لا صديقي اعرفه ملتقي بسوريا، ملتقينا اكثر من مره، باربيل التقيت به. بالتوفيق ان شاء الله. طبعا فقط جمهور الشرطه يعني نشكرهم يوم خسروا وقالوا ينظفون الملعب كربلاء يعني بعد المباراه، يعني اللي رايحين من جمهور الشرطه. مثالي. وقلت لك تحيه جمهور الجويه والزوراء والشرطه والطلبه والميناء، مع احترامات كل الفرق الاخرى تحيه لهم، لكن هاي الجماهير الخمسه اعتقد هالسنه قمه في الروعه. تحيه كل شيء لكل جماهيرنا، ونتمنى يا رب يعني من خلال هذا الطرح للامانه حتى كربلاء اليوم نوصل الى مرحله خلاص يعني اللي جاي يصير امر مخجل. يعني نتمنى نخلي حد عقوبات، لوائح تصدر جديده. هذا اللي صار درس لكل جماهيرنا، لكل انديتنا، لكل ملاعبنا باربيل بزاخو. للعلم ودائما اقولها كل الفرق اللي تروح تشكي من هذا الموضوع نتمنى بدايه جديده، وهم اخوان ومحترمين وعلى راسنا. واتمنى اذا اكو شيء ايضا بداخلهم انه قد نتعامل ما اريد اسميها بقضيه اخرى بنفس مو طيب وياهم ابدا، والله بالعكس يعني نحبهم ونقدرهم ونحترمهم اذا هم قدرونا. فقط هذا اللي نقوله. اشكرك استاذ حسين علي حسين. انا اشكرك واشكر استاذ سعد، وخلي عندنا نداء شويه صوتنا. يا اخونا استاذ حسين ارفض انت شوي. حبيبي ابو شباب. شوي تاخذ لك نص ساعه تبرد، والله تبرد ناخذ نفسك ونروح. عقب البدايه قلت اشكر زميلي الرائع حسين علي حسين، لا فاد زميلي الرائع ولا بالعكس والله. لا والله العظيم انا احب استاذ سعد والله يدري يعرف. انا كل شيء ما عندي بالاقليم، لا عندي نادي ولا عندي لا شيء تهمك كل يوم انت ولا اوصل الاقليم. بس اخوان خل الله يخليكم خلي نهدئ، والله الوضع ما يتحمل. نعم صحيح. لا رياضيا ولا سياسيا يا اخي كافي. كافي تفرق بلدنا احنا من فلسطين نجي نمزق النوب بالرياضه. هسه انا اخذت دور البطوله على الجانب الشيعي، انت اخذت دور البطوله على الفضاء الوطني، انت دافعت عن مجمل الفضاء. انا ما دافع، شوف انا دافع عن عراقي. انت ما لا ما دافع عن ما يريد يختم الحلقه اذا ما يبزك. لا مو بس والله. لا هو مو والله قال لي انت بس انت بطل. انا قلت له لا اساسا دافعت عن، هو صنفني بهالطريقه هاي وهو رايه، وانا اقول انت حكيت بشكل عام وهذا جميل. وهذا يعني فخر انه دافع عن واحد عن قوميته. اني بحس يعني خلينا موقع المسؤوليه دافع عن كل عراقي، ما عندي مصلحه واحد. واضح. شكرا جزيلا استاذ سعد مالح والاستاذ حسين علي حسين مره اخرى. واعتذر من كل الاخوه اللي حتى اللحظه يعني يتواصلون ويانا اللي طلبوا مداخلات. اكيد البرنامج مفتوح لهم في وقت اخر، يعني ابدا ردنا نوصل الفكره لضيوفنا سيد فالح موسى، الاخ ريبين، اي شخص طلب مداخله فالبرنامج مفتوح في قادم الحلقات، ونامل هذا الموضوع. طبعا اليوم الحلقه الاخيره اللي ناقش به هذا الملف، نامل بدايه جديده. هسه بغض النظر اقتنعنا ما اقتنعنا، خاصه قضيه التاجيل اللي حتى اللحظه ما لاقي لها اي مبرر، الاربيل والزاخو، هذا الموضوع نخليه على صفحه. هم كاتحاد اجلوا والموجودين قد اقتنعوا بمبررات التاجيل، لكن القادم خليه يكون افضل. الاتحاد اكثر صرامه، اللوائح تكون موجوده وتطبق على الجميع بعداله، حتى ذاك الوقت نتعامل مع الجميع بسواسيه ونقول الاتحاد فعلا انت اتحاد قد كلمتك وفرضت شخصيتك على كل الانديه وكل الجماهير وضبطت مدرجاتنا، لان دورينا صعب هذا الموسم ونريد نكمله على خير. تقبل تحياتي حيدر زكي، تحيات جميع كادر العمل، الى الملتقى في حلقه جديده.